السلام عليكم، مساء الفل. ازيكم يا جماعه؟ انا دلوقتي في محل سبورتس اكاديمي. بجيب خزنه لل 300 بلاك اوت صغيره عشان نعرف نشتغل عليها، وقلت بالمره بما اننا هنا اوريكم بسرعه كده شويه حاجات اللي كنا بنتكلم عليها للاكسسوارز بتاعت الاي ار او الام 4، لان الاثنين بيركبوا على نفس البلاتفورم. هي بتختلف بس الماسوره والهيت جارد والتريجر وشويه حاجات بسيطه كده، كلها كاستمايز. فاول حاجه بنبص عليها ده كوبلر، ده اللي بيمسك الخزنتين عكس بعض زي ما احنا عندنا بنربطه بالشكرتون. دي الانجل 4 جريب، دي بتتركب على الهيت جارد عشان تحط ايدك عليها. دي فيرتيكال جريب اللي هي انت بتحطها قدام بدل ما بتمسك الماسوره بايدك بتمسك الجريب. ده الام لوك ريل، ده اللي بيركب على الام لوك اللي قلت لكم عليه امبارح، لان انا بحب الام لوكس اكتر من البيكاتيني. ده الكفر، ده بوليمر كفر بيركب عليه برضو، ده ام لوك ستوب. وبعدين هنا دي ايرون سايتس اللي هي اللي بتضرب بيها. واللي تحت دي كلها خزن. دي خزنه جن 3 ل 762 في 51 308. دي خزنه 308. دي خزنه 223 556 برضو 556 556. بعد كده عندنا البات ستوكس، دي كلها ممكن تتغير زي ما انتم عارفين. احنا قلنا البندقيه كاستمايزبل، ممكن نغير فيها اي حاجه احنا عايزينها. بعد كده دي الباي بادز اللي هي بتركب قدام عشان تفردها لما تيجي تضرب. طبعا الايل كبير جدا والبنادق موجوده ورانا، فاحنا هنبص على نوع تاني برضو من الخزن. دي زي ما انتم شايفين 556 ناتو، 556 ناتو. بعدين هنا دي 20 طلقه بس، هو دول تلاتينات، دي 20. بعدين دي 4 جريب مقبض، بعدين مقبض تاني برضو. بعدين علاقات سويفل. دي السلينجز نفسها اللي هي الحماله اللي بتحطها على كتفك. في منها ام بي، في منها كالدول، في منها انواع كتير. بعد كده ده الايجكتور كفر، ده الكفر اللي بيضرب الطلقه بره. بعد ما تضرب الطلقه الفارغ اللي بيطلع بره بالايجكتور، في منه اشكال والوان. ده سبيد لودر عشان تحط فيه الخزنه، تحط الطلقات هنا كلها وبعدين تقوم مركب الخزنه تقوم قافله على بعض. وبعدين دي طبعا تولز للاكيرسي، دي تول عشان تفك وتركب الاي ار. دي عده سكرو درايفرز. طبعا عندنا كم كبير جدا 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 من السلينجز، الحمالات والسويفلز. بعد كده دي الهولسترز، المسدسات. كل هولستر بتركب لمسدس معين. طبعا في حاجات يونيفرسال. انا ما بحبش اشتري الحاجات اليونيفرسال خالص. انا بحب اجيب الحاجه تركب عليها، تلبس عليها جلوك يركب عليه بتاع الجلوك، السيج يركب عليه بتاع السيج، الام ان بي يركب عليه بتاع الام ان بي اهو بتاع الجلوك، الروجر يركب عليه بتاع الروجر ال 1911. هي الحاجات دي احسن بكتير. بعد كده عندنا هنا انواع الريلز كلها. كل دي اللي هي الرينجز بتاعت السكوبس باحجامها باطوالها باشكالها. بعد كده الفورتكس كفر. ده كفر فورتكس، البراند دي جميله برضو. طبعا كل دي يعني هي بتختلف على حسب انت بتكستمايز على ايه. بعد كده في الريد دوتس. بعد كده في السكوبس. وطبعا هنا في اللي هي الطلقات الفوارغ اللي بتطلع ليزر، دي اسمها بور سايتس. دي بتحطها في الماسوره وتشوف الليزر طالع فين وتقوم حاطط السكوب بتاعك عليه. دلوقتي هنفرجكم على الجان كاونتر بتاع اكاديمي. اللي ورا دي كلها شوت جانز بانواعها، مكتوب عليها طبعا 20 جيج او 12 جيج. قدامها على طول في عندنا هنا الريفولفرز موجوده، سواء الكولت بانواعه، 357 ماج، 642 سبيشال. وعلى فكره ده مش محل اسلحه، ده محل رياضي، ففي حاجات رياضيه. بعد كده عندنا ال 45 اي سي بي اللي هو ال 1911، وفي براند جامده جدا اسمها كيمبر، البراند دي حلوه. ده البرولر اللي انا كنت بتكلم عليه. البرولر ده مسدس صيد رائع، بيجي في 45 وبيجي في 410، بس انا الطلقه اللي كنت عايزها فيه اللي هي ال 300 بلاك اوت. ده البرولر ده اختراع من روسي، البراند روسي مش براند وحش. بعدين هنا دي كلها بنادق صيد عاديه جدا، وفي كم واحده منهم بولت اكشن. بعدين معانا الليفر اكشن.
وبعدين عندنا ال6 اور، وده الافري داي كاري بتاعي. انا بحب ال6 اور جدا فوق اي مسدس تاني. وبعدين عندنا هنا الكونسيلد كاري جي اكس ديز سيريز، والشيلد الام ام بي، والتوروس كمان. بعدين هنا في شوية روجرز، والماركة التركي اللي هي الكانك موجودة هنا برضو. تركيا عاملة شغل عالي جدا 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 في السوق. الناحية دي موجود الطلقات بأنواعها. هنا هتلاقي الطلقات ال9 ملي، الطلقات ال9 ملي الهورنيدي الكريتيكال ديفense، طلقات ديفنس. الطلقات بتنقسم لحاجات كتير. دي طلقات الناتو اللي هي الفول ميتال جاكيت، دي بتاع التارجت وتريننج، دي بتاع التمرين بس. في طلقات هولو بوينت اللي هي وشها بيفتح، ده 9 ملم روجر شوت شيل، دي بتضرب طلقات بيلي من جوه 9 ملي زي الشوت جان بالظبط. بعدين بقى في حاجات كتير بقى، في ال45 بانواعه، في ال40 بانواعه، بعدين في البوكسات الكبيره. بعد كده بندخل على 10 ملي، ده بيبقى اكبر شويه. طبعا انتوا شايفين في براندات كتير، في البليزر، في الوينشستر، في الهورنيدي، ودي طلقات جميله جدا جدا جدا. 375 ماجنوم. يعني احنا الايل بتاع الطلقات بتاعنا كبير جدا، وفي تقريبا جميع الانواع لجميع انواع البنادق. الناحيه التانيه ورا دي طلقات الخرطوش، وهتلاقي هنا في الخرطوش الاتناشرات. الخرطوش الاتناشرات الهاي فيلوسيتي طبعا بيختلف بقى 3 انش من 2 انش للخرطوش بتاع الطيور. بعدين الخرطوش بتاع الضاف بتاع الطيور بيختلف من البط لليمام للحمام للجوس. وبعد كده في الاتناشرات للدير للغزال. ده السلاج، وده شكل السلاج اللي جواه. ده الباك شوت بتاع البيلي. وبعد كده ده 410 ارانب جيم اند ديفنس اتناشرات باك شوت برضو. وبعدين بقى في المرعب، ده من اكتر الحاجات الرهيبه في ال 410 او في ال 12. خليكم اوريها لكم في ال 12 عشان يبقى حجمه اكبر. دي طلقه بيبقى فيها سلاج، وبيبقى فيها بيلي مع السلاج اللي هي الديفندر. دي طلقه مرعبه مرعبه. وفي الكوتد منها. بصوا الطلقه عامله ازاي، طلقه رهيبه. تضرب سلاج، تضرب 3 بليات كبار باك شوت معاها اللي هم الدبل او باك، حاجه خرافه يعني. بعدين دي الرايفل سلاج بتاعت الغزال اتناشرات. بعد كده المفروض ان في 20 باك شوت موجوده معاها برضو، فهي لطيفه جدا جدا جدا. بعد كده في الوينشستر الاكس الدبل اي. بعدين البوكسات الكبيره، فيعني اكاديمي بيبقى فيه كل حاجه. مونارك الطلقات مش وحشه برضو. بعدين هنا الوينشستر 12 جيج. تارجت. وبعدين في الجزء بقى اللي انت بتعمل فيه الطلقات بتاعتك انت شخصيا. يعني هنا بيتباع المقذوف نفسه، وانت بتاخد المقذوف تعمل بيه طلقاتك. بعدين فوق في البرايمر اللي هو بيتحط في ظهر الطلقه للريلودنج. يعني انت طلقاتك العاديه زي ال 556 308 انت ممكن تاخد الطلقه بعد ما تضربها وتعمل لها لودنج. والطلقات الفوارغ موجوده هنا، فانت ممكن تجيب البراس، بعدين تاخد البراس تحط فيه البرايمر بتاعك من ورا، وبعدين تكبس المقذوف بتاعك وتعمل طلقاتك انت بنفسك. بعدين علب الطلقات موجوده هنا بنفسها.